حياكم الله مجددا. طبعا كما ذكرت لكم من القصة في الجزء الثالث، الآن نحن في الجزء الرابع من القصة. كانت الأم يعني فيها قلق وفيها يعني خوف وفيها سبحان الله، لأن قلب الأم يعني يختلف يا أخوان. فبعد الانتظار دعت أخوان البنت، قالت لهم اذهبوا ابحثوا عن أختكم، شوفوا فين هي. قالوا مع من ذهبت؟ قالوا ذهبت مع فلانة بنت فلان ولم تعد إلى الآن. فذهبوا يدوروا يعني يبحثوا عنها لا مجيب، لا البنتين مختفيتين. فكان الأخ الكبير يريد أن يبلغ، ولكن خايف، يقول لك يعني سبحان الله الأختي تكون قد راحت لها وراء شخص أو كذا، فضيحة عار. فاضطر يعني بعد ما أفقد الأمل اضطر أنه يبلغ رجال الأمن أو الحكومة. أبلغ الحكومة يا خبراء أنا عندي أختي اختفت من الساعة كذا 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 لحد الآن لم تأتي، يعني بلغ يعني. فعندما بلغ وصل البلاغ إلى الحكومة، فكان الحكومة يعني أخبرهم في عندنا بنت رأيناها اليوم، تعالوا إذا هي يعني بنتكم أو أختكم أو تقرب لكم موجودة عندنا في مستشفى الثورة، إذا يعني تعرفها ولا شيء تعالوا تأكدوا أنها بنتكم أو لا. فذهبت الأم والأخوان إلى مستشفى الثورة. فسبحان الله عندما كانت البنت تحترق كانت رجلها اليمين ما زالت سالمة من عند الركبة، تحت من الركبة موطي، كانت سليمة لم تحرق. فعندما ذهبوا إلى المستشفى الثورة فدخلوا إلى محل ثلاجة الموتى، فأخرج لهم الدكتور الجثة، فقالت يعني هذه ليس بنتي، يعني شافت وجهها يعني محترق بشكل كامل، هذه ليس بنتي. كيف تطلعوا ابعدوا عليها كامل، يعني خلينا أشوفها كامل. فعندما يعني فتحوا للبنت بشكل كامل الكفن، ركزت على رجل البنت اليمين فأدركت إنها بنتها. وهنا دخلت الأم في صدمة وغيبوبة. كان الأخوان يسألون من الذي فعل كذا، من قالت لهم الحكومة، الجناه لدينا، نحن قد تمينا القبض عليهم وهم الآن موجودين في التحقيق ليأخذوا إجراءاتهم، وبعد ذلك نطلعكم بالنتيجة وما الأخبار وما إلى ذلك. طبعا هؤلاء المساكين ذات البشرة السمراء يعني سلموا أمرهم للدولة الحكومة. طبعا نحن لا حضرنا ولا اتهمنا، ولا أنتم اللي حضرتم وأنتم اللي مسكتم وأنتم اللي طفيتم وأنتم اللي كل شيء، أنتم الحكومة. فسوف نراقب الوضع.